يا ده مصطفى يا ده مصطفى تعال اقابش ناسك 5 دقائق من عايزة. ايوه حجوي متى فرح الواد النوبي ده؟ اليومين دول عايزين عجل بس. عجل؟ والعجل هيكفي؟ امال هتجيب ايه؟ هتجيب 20؟ عايز 5 عجول وجاموسه ما تكفيش الفرح. ليه امال؟ الناس جايه من اسيوط وبني سويف واسواني هيكفيها الناس دي. طب خلاص هنشوفهم اللي يجي وراح فين. وتوقف لي جنب الطباخ. ناس البلد يديهم ملخي. حاضر ماشي. وناس غريبه يديها لحمه. حاضر ماشي. عشان ما نوديناش في داهيه. خلاص ماشي. فين هو غار؟ راح يذبح. جاي. خلاص ماشي. عزمت الناس كلها؟ ايوه عزمنا من اسوان لغايه هنا. لا يخرب بيت ابوك، محدش هيخربها معاه غيرك انت. مش انت اللي قلت لي؟ من اسوان لاسيوط. طبعا عاوز لنا 6 عجول. طب ما هعمل لك ايه؟ مش انت اللي قلت لي روح ادعي الناس؟ طب انا هدعي يعني ادعي الناس؟ انا قلت لك ادعي زي بحري وزي قبلي والعومي. طب ما هو انت تقول لي من جنب وهو يقول لي من جنب، قال لي هو ايه؟ انت قلت لي ادعي يا جماعه الهنا زنيه بحري وزنيه قبلي، وهو قال لي لا انت ادعي من اسوان لغايه سوهاج. طب انت في حاجه هقول لك عليها. صلي بينا على النبي عليه السلام عشان ما تضيعش الدنيا معانا. توقف على المحطه. خلاص ماشي. كل اللي ينزل بالقدر ويقول عايز بيت النوبي تقول له النوبي جاموس ابوه ماتت والفرح هيتجنن. خلاص ماشي. خلاص تمام ماشي. ابي هيكفيها الناس دي. طب هعمل لك ايه؟ مش انت اللي قلت لي؟ طب ما انت خربت الدنيا. انا قلت لك اعز الناس بلادي. مش طب هو قال لي اعزم من اسوان لغايه سوهاج. خلاص يستحمل. انا ما عنديش عجول يا ابوي. زي بعض الدنيا عجلين من اللي عندك في الحوش. يا ابوي ما عنديش عجول انا. ما مش حطوا قالت لي فيه. لا يخرب بيتها وبيت ابوها. وبيت اللي خلاها هو حد خلفها معي غير مش حطه. طب انت مش عندك عجلين، عجل اسود وعجل ثاني اسود بابيض؟ يا ابوي في عجل انا مخليه لفرحي انا هتجوز عليها مش حته ثاني يا مصطفى. ما نفعاش معاك. طب ما هي قالت لي طيب انت خد العجلين. يا اخي حق مش هتاخر معاهم. يا ابوي انا هتجوز عليها مش حته ما جبتيش عشان كده. طيب خلاص ماشي. يا اخي امبارح هشيلك يا مصطفى. تمام. قريت امبارح يعني انت عارف ليله الخميس. تمام. قريت ليله الخميس يا اخش عليها يا مصطفى. القاها لابسه الكلسون. تمام. اقول لها مره النهارده الخميس والناس كلها فرحانه لابسه الكلسونيه والجو حار. تقول لي لا ركبي وجعاني يا مصطفى. تمام خلاص. مره ما عرفناش اي حاجه يعني مش رومانسيه يا مصطفى. طيب تمام ماشي. قريت امبارح بقول لها بحبك تقول لي قولوا رحمه ابوك يا اخي. عمرها ما تقول لي اقول لها بحبك زي الناس الصبيه تقول لي بحبك يا ابوي. كل ما اقول لها بحبك قال يجيب الرغيف تقول لي قال احلف على ده. يوم ما رغيف مصحف. انت اللي رجعتها ولميتني عليها ثاني الله يخرب بيتك. عشان خاطر حمدته. عندك الواد النوبي بس. يا ده نوبي هو يا نوبي هو جه. اجا النوبي يا نوبي خربها مصطفى. ليه يا حاج؟ عزم لك مصر كلها. والله ما حد بلغها معي غير مصطفى. ما تدريش عن الناس المكان مشعل. طب هقول لك على حاجه. قول. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. العجلين دول مش هيكفي. طب الحال عمك تحشيلها 20 كرومبا واللي مش بيشوف الناس الكبيره تديله صباعين وتقول له دي لعب. احنا صلي على النبي. جبنا حبات عجل بقيه. وقليه. تمام. صلي على النبي عشان تستر. صلي على النبي اسمع كلامي بس. ماشي. لك العروسه بتاعتك دي وشها سعيد عليك. ربنا يخليك يا عم. وانا عملت لك بيت شعر كده. ايوه قول لي. يا نوبي يا برشوان يا اجمل فنان. العروسه وشها سعيد عليك. هتاكل بيتزا بدل الباذنجان. تمام يعني خلي بالك معاها حبيبي. وتوديها مكتبه. تمام يا حجوي ما نسوقش الكلام. احنا عايزين العجل اللي عندك في الحوش اللي قالت علينا مش حته. يا ابوي العجل صلوا بين عنك. السلام. هيدفع النوبي عشان النوبي بيكح طرف. تمام. هيدفع فلوس العجلين هياخدها. اهلنا في جيبها بس ريحها شوي. لا ايه يعني العجل بكام يا مصطفى؟ هو مفصول بكام العجل انت؟ انا يا ابوي هفوت 500 عشان ناس العروس. مفصول بكام؟
مفصول بكام؟ انا مفصول بكام؟ العجل مفصول بكام؟ والله العجل ب 18000. لكن يا اخي كيلو العدس ب 30 جنيه. والله انت صدقتني. طب بص بقول لك لسه مش حده ضلك جايبه كيلو عدس قال بتقول لي ب 30 جنيه. طيب على ما تجيب انت كيلو العدس ب 30 جنيه وتشتري لك علبه فوار عشان الحرقان يعني 35 جنيه. ايوه والله صح. لا يخرب بيتكم وبيت ابوك. انت تاخذ لنا وتديني العجين وهقسط لك بعد كعم دوري. كام ديلي؟ خليني ببركتهن عشان الناس. ديلي تاخذ بهن عنزه. عم دوري. عندي شيء. هدوي عم شهدتوا قالت لي العجلين مفصولين ب 30000 وانت بتقول ب 36. طب من مشحته يا ابوي ما هي الخاربه الدنيا معايا يا مصطفى. يا اخي قربت المشي ب 350 جنيه ده. وقالت لي فرح النوبي قرب تعال خذ له دبين قمر. انا يا ابوي عشان ناس العروسه مش عشان النوبي اللي عملوا معي. النوبي شبرت عليه السلام. انا اللي خليتك تلف مع منى الشاذلي. انا اللي خليتك تلف مع منى الشاذلي. ماشي يعني خلاص يعني. تمام. العجل في عجل يا عم انا هدي للعروسه هديه. تمام. والنوبي هدي له. والعجل الثاني هدي للنوبي ب 35000. بارك الله فيك مش عارف. تمام. امك رايقه؟ سلم عليك والله. ابوك رايق. تمام. بقول لك المهم هقول لك على حاجه برضه. قول. صلي بين على النبي عليه الصلاه والسلام. يوم الفرح. تمام. في خلطه. ايوه. في خلطه كذا يعني في خلطه حريمي وفي خلطه رجال. ايش دي؟ الخلطه دي طبعا النت اللي بتجيبها دي تنوش بيه. وتخليها جميله. افهم كلامي هقول لك عليها عاد. تمام. انت هتجيب الخلطه الرجال. تمام. والصيدليه. تمام. وتجيبها لي انا هدهن لك وشك. خلي الناس على الكوشه تقول ده رمضان صبحي. يوصل ايدك عدو. خلاص. تمام. توكل على الله يا مصطفى وتعالى خذ العجل بكره. روح يا مصطفى. توكل على الله. انتوا وراكم غير الخسائر؟ ادينا خروفين مع العجل مع العجين. ليه الخروفيان؟ للشباب كذا. لا الشباب اللي تحت امرك. الله يبارك لك. تمام. ما تجيبش لحمه من برا. ليه؟ عشان في حرير بتلف في البلد. والله. لا تروح تاكل الناس دي حاجه يعني كذا ولا كذا. تعال خذ العجين وذبحها قدام الناس ليقولوا جايب لحمه مستورد. ما بقولوا كمان هيقعدوا في الذبحان. تذبح قدام الناس عشان الناس تذبح قدام. تمام يا عم. كله هيكون قاعد. روح يا مصطفى حند السكاكين الله يخرب بيتك وبيت ابوك. هنذبح من بالليل. خلاص. يلا توكل على الله. بقول لك وجيب فرقه الحلوان. النهارده هنجيب ايه؟ ده هنجيبها بالليل. يا عمي يا جمال حوش جمالك في الزحمه للدهوس. ايوه. خلاص. تمام. عندك شخصيه ما قلتش الحلواني ما فيش عدو. ابو عبدو. ايوه. خذ معاها على 7/11. تمام. مين على 7 كام؟ 7/11 الجايين. قبلها بدري عشان هو يمكن يتغفل. ما خلاص لا. خلاص عشان عارفك انا. جلابيتك ما لحقاش عرقوبك. يعني بس عارفك انا ماشي انا مضوي. خلاص. تمام يا عمي. وما تقولش لما شفتوا ضوي. خلاص ماشي. خلاص بس على البنات والحاجات. واقول لك ضوي بيدور له على العروسه ومضياني علي صلاه امانه بدل ما توديني هنا قبل الفرح. هو مصطفى الدرع يقول لكم تعال. مصطفى ده ادبه معاك. خلاص. اروح انام انا واقابلك الصبح انا مصطفى تاخذ العشاء. خذ بشرط الدار. الله خذ هيك. بقول لك انا وراي طالب معي شيء. الواد النوبي هيتجوز. تمام. وليه يوميات عندك. تمام. ليه 12 يوم؟ عشان في ناس ورا. في ناس ورا يا هو قال لك ليه فلوس عند طوي؟ في ناس ورا. تمام. بس اقعدوا. صلي على النبي يا عم مصطفى. شوفوا بقى. هو اشتغل عندي 12 يومية. كشفنا الحته دي عشان تاجوا. اليومية بكام؟ بتاعت النفر 70 جنيه. ب 50. طيب تمام ماشي. ده انت تمام. هو اشتغل عندي 12 يومية
يبقى ليه عندي 600 جنيه. تمام. خلاص روح عند هوني خلي نتحاسب كده. تعال يا نوبي يا نوبي. يا عامل يا نوبي. تمام. انت ليك عندي بتقول هتتجوز وليك عندي 12 يومية صح؟ ايوه. 12 في 50 ب 600. صليت بين على النبي وبيقول لك اذا كنتوا اخوان اتحاسب. تمام يا عم مصطفى؟ عشان ما تقولش الضوي ده راجل باطل وبياكل حق الغلال. هيبان ضلع. هنتحاسب احنا. تعال يا مصطفى. انت اول حاجة اشتغلت عندي اول يوم كان يوم سبت صح. تمام. اشتغلت عندي اول يوم. انت يا نوبي بتشرب 16 كوبايه شاي في اليوم. عليك انت الشاي. معليش شاي انا مش قهوه. اصبر يا ابوي اصبر احسب لك الحسبه. اصبر يا ده مش 16 كوبايه شاي في 2 جنيه. خليها 30. تمام. تمام. تاني يوم انت لقيت عيالي شحتوا عيال ولدي بياكلوا بيتزا. تمام. قلت لي يا حاج دوي انا عايز اكل من المطبق ده. تمام. ما انت ما تعرفش البيتزا. تمام. روح جبت لك واحدة بيتزا من الاقصر ب 88 جنيه ونص يا مصطفى. حتى يا راجل ده مش دريانش على البيتزا ده قاعد ياكلها ويهرش. دقيقة يا اخي. يا عم كام؟ 130 ل 2 جنيه. خليها 130. تمام. ثالث يوم قلت لي يا حاج ضوي انا عايز اكل تونه. تمام. جبت لك تونه مفتته قلت عايزها قطع. حصل علبة التونة القطع دي بكام يا مصطفى؟ ب 10 جنيه. ب 16 ونص. لا ليه ب 10؟ لا ب 16 ونص. تمام. لا هو ده واكل علبة؟ ده ما اكل 3 علب. ما حلفش انا. تمام. ما ده كام يا مصطفى كده؟ كده عم الحاج 3 في 45. تمام 45. وماخذ دقيقة وماخذ 6 علب سجاير في 20 يبقى كام؟ 6 في 20 شيخ العرب. يعني هي ذاك الحسبة وصلت 300 جنيه يا مصطفى هو لي عندي 600. تمام. صليت بين على النبي. تمام. جيت في مرة قلت لي أنا أمي عايزة تاكل رز بلبن. حصل؟ تتعشى رز بلبن. أمي شحته مدياك يا عمي علبة لبن فيها 3 لتر يا مصطفى. 3 لتر هحسبه لك زي جهيد. 3 لتر في 10 يا مصطفى يبقى 380 جنيه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. تمام. وايه تاني يا مصطفى؟ دقيقة شارب 13 علبة كنز سبرايت. حصل 10. قلت لك اجيب لك سينا كولا على كتف قلت عايز كنز. 10 باين. انت راجل بالباط. ما بالباطش انا يا ريت انا لو البلد كلها زي هترتاح الدنيا كلها. والله لو كلها زيك تخرب. تمام. اصبر علي. كم يا بعد الحساب وصل؟ هناك 10 قول في كم 2 جنيه. 10 في 2 جنيه. تمام. يا عمي يجيني قبل كده يا عم مصطفى مشتري لي 3 شرابات. قال لي يا حاج دوي عايز 3 شرابات زي دي ب 12 ونص. قطنين صح. قطنيل. تمام. عرفت القطنيل. طب انت كنت حاشي العيش الفينو في العيش الرخفان. قالك عرفت القطنيل ده ما بيلبسوش غير الضوي. اصبر. المهم يا عم مصطفى بس عشان الحسبة انا. تمام. بعد كده دقيقة اصبر. بعد كده جاب لي شفت كنت جايب سندوتش انا من عارف من ماكدونالدز. انا باكل في ماكدونالدز. تمام. بعد كده راح جا قال لي يا ابوي انا ابوي نفسه في رغيف. جبت له رغيف. المهم انا مداينه يا عمي ب 20 جنيه. فوق ال 600. فوق 600. هتجيبها يا نوبي؟
مالكش حاجه عندها، ليه عندك 20 جنيه وخلاص عشان الراجل اشتري. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.